هنبدأ بكنائس اسكندرية الأثرية اللي تاريخ تأسيسها أكتر من 100 سنة. وزي ما قلت أنا اكتشفت في البحث إن كلها كنائس أجنبية. بس قبل ما نبدأ لازم نعرف مقدمة صغيرة كده عن المذاهب اللي بتنتمي ليها الكنائس دي. عندنا في المسيحية 3 مذاهب رئيسية: الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. طيب ايه اللي يخصنا احنا هنا منها في مصر؟ لازم نبقى عارفين ان المذهب الاساسي والاصيل هنا في مصر هو المذهب الارثوذكسي. ده ليه؟ لان هو ده الايمان المسيحي زي ما سلموا ماري مرقس للمصريين. ولو عايزين نتكلم في فيديو تاني عن مين هو ماري مرقس وقصته اكتبولي في الكومنتات. تاني حاجة معانا هو المذهب الكاثوليكي، والمذهب الكاثوليكي ده هو مذهب كنيسة روما اللي هي بتتبعه دلوقتي كل دول أوروبا الغربية. أوروبا الشرقية كلها يعني معظمها أرثوذكس لأنهم كانوا بيتبعوا كنيسة القسطنطينية. طيب في معلومة لازم أقولها وأكد عليها في الحتة دي عشان المعلومة دي كتير بيتلخبط فيها زمايلي المرشدين. المذهب الكاثوليكي ما ظهرش بسبب مجمع خلق دنيا. المذهب الكاثوليكي ملوش علاقة بمجمع خلق دنيا. مجمع خلق دنيا كان الخلاف بين كنيسة اسكندرية الكنيسة المصرية وكنيسة القسطنطينية، بل بالعكس أيامها كانت كنيسة روما في لجانب كنيسة اسكندرية وكانت بتساندها. يعني بعد كده بقى ايه كنيسة القسطنطينية وكنيسة اسكندرية اتصالحوا. لكن سنة 1045 حصل بقى الانشقاق العظيم ايام تقريبا البابا لون الاول. وده كان بسبب يعني خلاف على السلطة، يعني مين اللي يقود العالم المسيحي، لان كنيسة اسكندرية هي اللي كانت مسيطرة. فبعد كده يعني الرومان ما عجبهمش الحال وقالوا لا لازم احنا اللي نبقى القيادة وكده، يعني فظهر المذهب الكاثوليكي. فده ملوش علاقة بمجمع خلق دنيا. مجمع خلق دنيا اللي هو سنة 451 الانشقاق العظيم حصل سنة 1054، يعني بعد مجمع خلق دنيا ب500 سنة تقريبا. يبقى احنا قلنا ان المذهب الارثوذكسي هو المذهب الاصيل في مصر. طب المذهب الكاثوليكي دخل مصر ازاي؟ المذهب الكاثوليكي ابتدى يدخل مصر في اواخر القرن ال18 واوائل القرن ال19. هو ابتدى يدخل من خلال الحملة الفرنسية، انه يعني ما حصل بقى ان في بعثات ابتدت تروح اوروبا وفي فرنسا، وانبهروا بقى بالحضارة الاوروبية وقتها، لان مصر اياميها كانت تحت الحكم العثماني في التخلف. فابتدى بعض المصريين المسيحيين ينبهروا بالاوروبا وبالمذهب بتاعهم وابتدوا ينضموا ليهم. لكن هو ظهر بقوة بقى وبتعزيز اكتر من عيلة محمد علي، لان زي ما احنا عارفين محمد علي كان وقتها عايز يعمل نهضة في مصر، فكان طبعا هيستعين بمين المتقدمين في وقتها؟ الاوروبيين. فهو سمح لهم ان هم بقى يدخلوا مصر وينشروا المذهب بتاعهم ويعملوا كنايس خاصة بيهم للجاليات بتاعتهم. يعني احنا هنلاقي هنا الصورة دي موجودة في متحف المجوهرات. دي صورة اثرية بتوري ازاي ان قناصل الدول الاوروبية ورجال الدين الاوروبيين راحوا يطلبوا من محمد علي بناء كنايس خاصة بيهم علشان الجاليات بتاعتهم. طيب الاوروبيين بقى نشروا ازاي المذهب ده في مصر وسط المصريين المسيحيين اللي هم اصلا كانوا ارثوذكس وفي منهم تحول للمذهب الكاثوليكي؟ اولا هم كجماعة راقية وجايين بالحضارة بتاعتهم الحضارة الاوروبية، استخدموا 3 حاجات. اولا التعليم، فهم انشأوا مدارس. وطبعا احنا عندنا مدارس كتير في اسكندرية معروفة جدا، مدارس الراهبات والرهبان زي مثلا سان جان انتيد، وزي مدارس الفرنسيسكان كلها كراهبات او رهبان، ومدارس كتير قوي معروفة لحد النهاردة.
تاني حاجة المستشفيات، او مش هي كانت مستشفيات بمعنى مستشفى متكامل، لا هي كانت مستوصفات، بتسمى مستوصف، اللي هي يعني زي مبنى كده لعيادات، مجموعة عيادات رمد، عيادات انف واذن وحنجرة، حاجات عيادات بطنة، حاجات زي كده. تالت حاجة اللي هي الملاجئ، انشاء ملاجئ لرعاية الايتام. فالاوروبيين عرفوا يدخلوا للمصريين من حتة ان هم يبهروهم بالنظافة والنظام في المستشفيات وفي المدارس بتاعتهم وفي الملاجئ وكده. وطبعا هم من خلال التعليم هم بيضمنوا ولاء الأطفال اللي هم بيعلموهم في المدارس بتاعتهم. طيب في حتة أنا بس عايزة أكد عليها، يعني رأي شخص ليا، أنا ما بحبش التطبيل لكل ما هو أجنبي وكل ما هو أوروبي. مش معنى إن مصر كانت في وقت ضعف ايام المماليك وايام الحكم العثماني، وكانت في وقت تخلف وكانت منفصلة عن العالم، ان كده يبقى الاوروبيين هم اللي جم علمونا النظافة، واحنا كنا ناس معفنة ما نعرفش حاجة عن النظام وعلى النظافة، والاوروبيين هم اللي لهم فضل علينا. مع احترامي لكل الناس اللي بتعتقد المعتقد ده، مصر هي اللي لها الفضل على أوروبا وعلى العالم كله من قبل أي حد. احنا من قبل ما الأوروبيين يجوا يعلمونا النظافة في القرن ال19، احنا من القرن الثالث الميلادي عندنا قديسة مصرية اسمها فيرينا، سافرت أوروبا مع الكتيبة الطبية، ودي كانت كتيبة من الجنود المصريين، راحوا يحاربوا مع الجيش الروماني ايام ما القبائل القوطية والقبائل الجرمان ابتدوا يهاجموا اطراف الامبراطورية الرومانية. القديسة دي كبنت مصرية سافرت مع الكتيبة الطبية كممرضة، راحت اوروبا في القرن الثالث الميلادي، لقيتهم ان هم اللي متخلفين وهم اللي معفنين، وهي اللي ابتدت تعلمهم النظافة الشخصية، وهي اللي ابتدت تعلمهم تعلم أولادهم. القديسة دي معمول لها تمثال في سويسرا، وكل الأيقونات بتاعتها اهي صورة وهي شايلة مشط وجرة مية، دليل على ان هي بتعلم النظافة الشخصية. ده التمثال بتاع القديسة فيرينا في سويسرا، الشكل اللي هي ظهرت فيه للأوروبيين ماسكة مشط وجرة مية. نيجي بقى للمذهب الثالث اللي هو المذهب البروتستانتي أو الأنجليكاني. والمذهب ده مذهب حديث على المسيحية، ظهر في القرن ال16. المذهب ده ظهر كحركة احتجاجية على سلطة الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا، طبعا بعد موضوع صكوك الغفران والكلام دوت. المذهب ده ظهر في ألمانيا مع القس مارتن لوثر سنة 1517 القرن ال16. رجال الدين في ألمانيا عملوا حركة احتجاجية، عشان كده سموهم البروتستانت، جاية من كلمة بروتست اللي هو يعترض، المعترضين. الحركة دي أخدت منحى انفصالي عن الكنيسة الكاثوليكية، وابتدوا يعملوا مذهب جديد، يعني يتحرروا منه من سلطة الكنيسة الكاثوليكية. واللوحة الذاتية دي لوحة أثرية بتمثل مارتن لوثر كينج، وهو بيعلق في شوارع أوروبا الاعتراضات اللي كانوا طالبينها لرجال الدين الإصلاحيين في أوروبا. طيب المذهب بقى ده دخل مصر ازاي؟ هو طبعا دخل مع الأجانب كلهم في عصر أسرة محمد علي، ابتداء من محمد علي، زيهم زي أي أجانب. وطبعا دخلوا من خلال الإنجليز، لأن الإنجليز هم المعتنقين للمذهب الانجليكاني، حتى هو تسمى باسمهم. البروتستانت بقى ما دخلوش للمصريين من نفس الطرق اللي دخل بها الكاثوليك. البروتستانت كان لهم بقى طريقة تانية، لازم طريقة مبتكرة، ما لازم يبهروا المصريين. يعني ايه بقى اللي هي الطرق الجديدة دي؟ اولا الابهار في الوعظ. البروتستانت عندهم ملكة في الوعظ، ودي حقيقة فعلا، وكثرة الآيات اللي هم بيقولوها في أثناء الوعظ.
تاني حاجة، ويمكن هي دي يعني الأقوى كمان، الترانيم، الأغاني، الموسيقى. انت عايز تنشر اي فكر، انشره من خلال الموسيقى، هينتشر معاك جدا يعني. طيب هل المصريين يعني ما كانش عندهم موسيقى جوه الكنايس عشان البروتستانت يجي يبهروهم بالموسيقى بتاعتهم؟ لا طبعا، زي ما قلنا ما فيش حد له فضل على مصر ولا المصريين. الكنيسة المصرية من أول ما بدأت وهي لها الموسيقى الخاصة بيها. وزي ما أنا شرحت قبل كده في البحث الثقافة المصرية في العصر البيزنطي، الكنيسة القبطية المصرية لها آلاتها الخاصة بيها اللي بتستخدمها في الصلاة، ولها ألحانها الخاصة بيها. والكنيسة المصرية بتستخدم لحد يومنا هذا آلتين مستوحتين من الحضارة المصرية القديمة، وانا كنت اتكلمت عنهم قبل كده، اللي هو التريانتو والدف. حصل ايه بقى؟ الابهار حصل في ايه؟ الكنيسة المصرية الالحان بتاعتها طويلة، جم البروتستانت بقى بالالحان الخفيفه القصيره. يعني الموضوع كان عامل زي ايه؟ عارفين انتوا الاغاني الشبابيه اول ما ظهرت؟ كان الاغاني المصريه كلها لحد اواخر السبعينات اغاني طويله وبالتخت شرقي، انغام ثابته زي ام كلثوم وعبد الحليم. وفجاه في اوائل الثمانينات كده ظهرت بقى اللي هي الاغاني الشبابيه، عمرو دياب والقصه بقى اللي احنا عارفينها دي في اوائل الثمانينات. فالناس انبهرت. فهو ده نفس اللي حصل بين البروتستانت والأرثوذكس في مصر، وهما اللي دخلوا الترانيم للكنيسة المصرية. يعني حتى الكنيسة المصرية الأرثوذكسية برضو بتستخدم الترانيم القصيرة اللي لها يعني مزيكا تعتبر أوروبية شوية، لكن الكنيسة المصرية ما بتستخدمهاش في الصلاة. زي ما انا اتكلمت قبل كده في المقدمة عن المسرح في الكنيسة المصرية، احنا هنلاقي هنا فعلا المسرح بيتعمل فيه حفلات للترانيم، وهنلاقي زي ما احنا شايفين كده جميع الآلات الموسيقية بتستخدم، يعني غربية بقى على شرقية على كله. لكن مازال الصلاة في الكنيسة المصرية بالألحان المصرية، باللغة المصرية القديمة، بالآلات المصرية. أتمنى أن موضوع المذاهب ده يكون واضح، عشان ده هيسهل علينا كتير فهم الموضوع ككل.